من كام يوم كنت فاكرة نفسي داخلة أجيب حاجة بسيطة من محل حلويات جنبنا. لقيت نفسي واقفة قدام صينية رموش الست ومش قادرة أعدي. الشكل ناعم واللون ذهبي والطعم باين عليه إنه سايح في البق. رجعت البيت وقلت لأ، أنا هعملها بإيدي، بس مش أي رموش ست، أنا عايزاها زي المحلات بالظبط وتكون دايبة ومرملة. بدأت أحضر المكونات. أول حاجة جبت 250 جرام زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة، حطيت عليها 3/4 كوباية من السكر والبودرة، وبدأت أضرب فيهم كويس لحد ما يوصلوا معايا لقوام كريم. بعد كده ضفت عليها نص كوباية من الزيت. خلطت المكونات كويس جدا مع بعض لمدة دقيقتين عشان اوصل ان المكونات كلها دخلت مع بعض بالشكل ده. بعد كده ضفت بيضتين ومعاهم بياض بيضة، والصفار هشيله لاخر الوصفة، واضيف عليهم فانيليا، وضربت الخليط كويس جدا لحد ما بقى متجانس مع بعض. ولو وصلت لهنا يبقى اكيد الوصفة عجباكي. اعملي لايك بسرعة واشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو بينزل في وقتها. بعد كده نبدأ بقى بالسر اللي هيخليها دايبة ومرملة. هننزل ب3 معالق كبار من دقيق السميد، وعليهم 3 معالق كبار من جوز الهند، وهضيف بعد كده 1.5 معلقة بس تكون صغيرة من البيكنج باودر. هخلط كل المكونات دي مع بعض لغاية ما كلها تتداخل مع بعضها وتبقى خليط واحد. بعد كده بدأت ألم العجينة ب5 كوبايات من الدقيق، والدقيق بتاعنا منخول، وطبعا هضيفهم تدريجي واحدة واحدة لحد ما العجينة تلم معايا وتبقى ناعمة ومش بتلزق، شبه عجينة البسكوت بالظبط. بصوا، هي دي النتيجة الأخيرة اللي أنا عاوزاها، عجينة ناعمة وما بتلزقش شبه عجينة البسكوت بالظبط. نبدأ بقى في التشكيل. وعلى فكرة هي ليها 3 أشكال معروفة: شكل العين، شكل البيضاوي، شكل المدور. بس خليني أقولك حاجة، الشكل مش هو المهم معانا، المهم ان الطعم هو اللي هيكسر الدنيا، وان النتيجة في الآخر هتبقى حاجة تخلي اللي يدوق يقولك ايه الجمال ده كله. بعد كده دهنت رموش الست بتاعتنا صفار البيضة اللي احنا كنا شايلينه من الوصفة. ممكن تجمليها بمكسرات او بكريز، الطريقة اللي تعجبك. دخلتها الفرن وقعدت اقول لنفسي يا رب تطلع زي المحلات. واول ما طلعت لونها ذهبي، ملمس ناعم، ريحتها ملت المكان. وهي سخنة كده سقيتها بالشربات البارد، ومقدار عبارة عن 3 كوبايات من السكر و3 كوبايات مية وعصرة ليمونة، وكل شوية اقلبها على الناحية التانية وتشرب. وده بقية المعيار اللي انا كنت عاملاه. بصي بكمية ما شاء الله كبيرة جدا معايا ازاي، وطالعة معايا لون ذهبي مظبوط، ملمس ناعم من غير ما يبقى ناشف، شكلها قريب قوي قوي من بتاعة المحلات. بس الفرق اللي معايا هنا ان هي معمولة في البيت وبحب، يعني تدخل القلب قبل البق. تعالوا نشوفها من جوه شكلها عامل ايه مع بعض. طرية وبتدوب ذوبان ومرملة جدا وشاربة الشربات. لو عايزة وصفات تطلع من ايدك تحفة كده، اعملي لايك واشتركي في القناة علشان كل اللي جاي اجمد واحلى. اشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.